عمرك سألت نفسك ليه بيبقى في شخصين عايشين في نفس البيئة ونفس الظروف، واحد منهم بينجح وبيوصل والتاني يفضل واقف مكانه؟ ليه في ناس بيبان عليها الرضا والسعادة رغم أي ظروف بتمر بيها، وناس تانية طول الوقت محبطة وتايهة؟ ليه في شخص ناجح ومشهور وواحد تاني عنده نفس إمكانياته ومش بيحقق أي حاجة؟ الكتاب اللي معانا النهاردة بيجاوب على كل الأسئلة دي. السلام عليكم وأهلا بيكم من جديد في ركن هادي وكتاب، وهنبدأ مع بعض النهاردة رحلة جديدة مع كتاب جديد، رحلة هنفهم فيها نفسنا بشكل أعمق، وهنكتشف مع بعض التأثير الخفي لأفكارنا على حياتنا، ونتعرف على القوة اللي جوانا واللي أوقات كتير ما بنبقاش مدركين وجودها أصلا. ورحلتنا هتكون مع كتاب قوة عقلك الباطن. طيب يعني ايه اصلا العقل الباطن؟ العلماء شرحوا لنا العقل وقالوا ان العقل بيتكون من جزئين، جزء العقل الواعي وجزء العقل اللاواعي او الباطن. هنبدأ بالعقل الواعي. العقل الواعي ده اللي بتسمعني بيه دلوقتي او اللي اخترت انك تسمعني بيه دلوقتي، الجزء اللي بنفكر بيه، بنحلل، بنقارن، بنختار، الجزء اللي بنعمل بيه اي حاجة بإرادتنا وبوعينا. ورغم انه ذكي جدا وبيحلل وبيلاحظ كل اللي بيحصل حواليه وبيميز الصح من الغلط، إلا إنه بيتحكم في 10% بس من حياتنا، لأنه بينسى كل اللي لاحظه وشافه ده بسرعة جدا. ده لما الحاجة بتعدي عليه مرة واحدة، لكن مع تكرار المعلومة أو الحدث هتتنقل وتتحفظ في العقل الباطن. العقل الباطن اللي مش بينسى أبدا أي حاجة بتعدي عليه. ده كمان العقل الواعي ملوش أدنى تأثير على مشاعرنا ولا حالتنا النفسية، بعكس العقل الباطن اللي له تأثير كبير جدا على مشاعرنا وعلى حالتنا النفسية. طيب يعني ايه العقل الباطن؟ العقل الباطن وده الجزء الأعمق اللي بيخزن ذكرياتنا وأفكارنا، بيخزن أي حاجة بتمر علينا من أشخاص، أحداث، صور، أصوات. تخيل كمان إنه ممكن يحتفظ بالأصوات حتى لو كانت بلغات مختلفة أنت ما تعرفش عنها حاجة، بس بيقدر يحتفظ بيها وكمان يقدر يسترجعها بعدين. العقل الباطن هو اللي بيدير كل العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمنا بشكل تلقائي من غير ما نحس، زي التنفس، ضربات القلب، الهضم، وغيرهم من كل الوظائف اللي بتتم في جسمنا بشكل لا إرادي. وزي ما قلنا إن العقل الباطن ليه دور كبير جدا في التأثير على مشاعرنا وعلى حالتنا النفسية، لأنه بيخزن كل كلمة أنت بترددها، كل فكرة أنت بتصدقها، وكل تجربة بتمر بيها. الحاجات دي مع الوقت بتتحول لمعتقدات وأفكار وبتأثر على نظرتك لنفسك وللحياة. وعشان كده أوقات كتير بتلاقي نفسك بتتصرف بشكل تلقائي أو بتفكر بطريقة معينة من غير ما تكون واخد بالك إن السبب الحقيقي راجع لأفكار متخزنة في عقلك من زمان. وعشان كده أوقات كتير مشاعرنا مش بتكون بسبب الحدث على قد ما بتكون بسبب الأفكار والمعتقدات اللي اتكونت في عقلنا. فبتلاقي نفس الموقف ممكن يخلي شخص حاسس بالخوف والحزن وشخص تاني متقبل وعادي. كل واحد فيهم فسر الموقف بناء على أفكاره ومعتقداته، وعشان كده استجابته للموقف كانت مختلفة. فمهم قوي نبقى فاهمين إن مشاعرنا اتجاه أي موقف مش رد فعل مباشر على الموقف ده، لكنها في الحقيقة نتيجة فلتر جوه عقلنا بيترجم اللي بيحصل حوالينا. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: إزاي الفلتر ده اتكون؟ وإيه اللي خلى كل واحد فينا يشوف نفس الموقف بشكل مختلف؟ وببساطة إن ده دور العقل الباطن، المخزن اللي اتجمعت فيه كل ذكرياتك وكل اللي مريت بيه في حياتك، واللي طبيعي مع الوقت هيأثر على نظرتك وتفسيرك لكل حاجة بتحصل. بعد كده عاوزين نفهم العلاقة بين العقل الواعي والعقل الباطن، وإزاي كل واحد فيهم بيأثر على التاني. الكاتب مثل لنا العلاقة بين العقل الواعي والعقل الباطن إن العقل الباطن عامل زي التربة اللي بتستقبل كل أنواع البذور اللي ممكن تتزرع فيها، والعقل الواعي المسؤول أو المزارع اللي بيزرع التربة دي. يعني الطريقة اللي بتفكر بيها، الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم في حياتك بوعيك، هي دي البذور.
اللي بتتزرع في عقلك الباطن، وبعد كده تبدأ تخرج على شكل مشاعر، ردود أفعال، ونتائج بقى في كل حاجة في حياتك. فببساطة كده انت طول الوقت بتزرع في عقلك الباطن، سواء واخد بالك أو لأ. كل كلمة بتقولها لنفسك، كل فكرة بتكررها على نفسك، كل إحساس بتصدقه بيترسخ جواك مع الوقت. العقل الباطن مش بيجادل أبدا ولا بيشكك في أي معلومة داخلاله، بياخد الحاجة منك كده زي ما هي وبيصدقها وبيخزنها عنده إن هي حقيقة. وعشان كده لازم تختار كويس قوي اللي بتزرعه جوه نفسك كل يوم، لأن ده في النهاية اللي هيشكل حياتك وقراراتك المهمة وانت مش واخد بالك. يعني مثلا لو شخص طول الوقت بيقول لنفسه أنا مش هنجح، أنا مش وش نجاح، أنا مش هقدر، مع الوقت كلامه السلبي ده عن نفسه هيتزرع في عقله الباطن. وزي ما قلنا إن العقل الباطن بيصدق أي حاجة، وده هيبدأ ينعكس على تصرفاته، فثقته بنفسه هتقل، وكمان محاولاته إنه يعمل أي حاجة هتقل، وفعلا هيواجه صعوبة في إنه ينجح. طيب في المقابل بقى شخص تاني بيقول لنفسه أنا هحاول، أنا هقدر، أنا هنجح، الشخص ده حتى لو بيغلط هتلاقيه بيكمل وبيحاول تاني، وفعلا مع الوقت بيبني ثقة في نفسه، وأكيد هيوصل لنتائج أفضل. فنفس الفكرة، نفس الظروف، لكن اللي بتزرعه في عقلك الباطن هو اللي بيغير النتيجة تماما. ومش بس الكلام اللي بنقوله لنفسنا اللي بيأثر علينا، لكن كمان المحتوى اللي بنتفرج عليه طول اليوم، والناس اللي بنتعامل معاهم، والكلام اللي بنسمعه طول الوقت. يعني لو طول اليوم بتتفرج على محتوى كله مشاكل وإحباط، هتلاقي نفسك بعد فترة شايف الدنيا من الزاوية دي، مش عشان الدنيا فعلا كده، ولكن عشان دي أكتر حاجة عقلك شافها واتكررت قدامه. ولو الناس اللي أغلب وقتك معاهم كلامهم سلبي، شايفين النجاح مستحيل، هتلاقي الأفكار دي بدأت تدخل جواك من غير ما تحس. وعلى العكس، لما تتعامل مع ناس بتتكلم عن التطوير والنجاح وتحقيق الأهداف، أو بتتابع ناس برضو دي أفكارهم، هتلاقي الأفكار برضو بتدخل جواك وبتأثر فيك من غير ما تحس. عقلك الباطن عامل زي الأسفنجة، بيمتص كل اللي بيتكرر حواليه من غير ما يميز الصح من الغلط. فخد بالك انت بتسمح لإيه يتكرر قدامك كل يوم، عشان بعد فترة كل ده هيأثر على تفكيرك ومشاعرك وقراراتك. بعد كده السؤال اللي طبيعي يكون بيدور في عقلكوا دلوقتي، ازاي نغير اللي خلاص اتزرع في عقلنا؟ او بمعنى اصح، ازاي نعيد برمجة عقلنا؟ اول حاجة لازم تشوف انت بتقول ايه عن نفسك طول الوقت، خصوصا الكلام السلبي زي انا مش هقدر، انا الظروف دايما ضدي، وغيره من الكلام السلبي اللي كلنا عارفينه. عاوزين نستبدل الكلام ده بكلام تاني يبني عندنا فكرة افضل عن نفسنا، زي انا هحاول، انا هقدر. على فكرة الكلام ده مهم جدا، لان العقل الباطن بيستجيب للتكرار اكتر ما بيستجيب للمنطق، بس التكرار مع الاحساس. يعني لما تفضل تقول لنفسك فكرة معينة وتكررها، لازم تعمل ده بإحساس انك مصدق اللي بتقوله. مع الوقت هتلاقي الأفكار الجديدة دي بدأت تترسخ في عقلك الباطن، وهتلاقي ده تحول جواك لإحساس بالهدوء والثقة، ومع سعيك هتلاقي نتائج مختلفة فعلا. والفكرة مش إننا نردد كلام وخلاص، الفكرة إننا نساعد نفسنا نبني جوانا فكرة أفضل عننا وعن حياتنا، وده اللي هيبدأ يبني عندك ثقتك في نفسك إنك تقدر. وعلى فكرة تأثير التكرار مش بيقف بس على الأفكار والحاجات اللي بتتكرر قدامنا، ده كمان ليه دور كبير جدا في تكوين العادات اللي بنعملها في يومنا. لكن موضوع العادات ده هنأجل الكلام فيه، لأن هنتكلم عنه بالتفصيل في الكتاب اللي جاي إن شاء الله. تاني حاجة واللي لها دور مهم جدا في برمجة العقل الباطن هي التخيل. بمعنى إنك لما تتخيل نفسك بتنجح، أو تتخيل نفسك واصل لأي حاجة أنت نفسك تحققها، عقلك الباطن بيعتبر الصورة دي حقيقة وبيشتغل عليها كمان، ويبدأ يوجهك ويساعدك تحققها. فتخيل الحاجة اللي نفسك فيها، جسدها في خيالك، وتخيل لحظة وصولك ليها. تخيل كمان اللي حواليك وهم بيهنوك ويباركولك عليها. عيش اللحظة وكأنها واقع فعلا،
وادي فرصة لعقلك الباطن انه يكون صورة كاملة عن الحاجة اللي انت عاوزها. وطبعا انت دلوقتي بتقول لنفسك يعني انا هوصل للي انا عاوزه بان انا افضل اقول كلام ايجابي لنفسي واتخيل الحاجة اللي انا عاوزة اوصل لها؟ الاجابة لا، ده لوحده مش كفاية. انت هتعمل كده وانت بتسعى وبتجتهد، عندك حسن ظن بالله، وبتدعي ربنا بيقين، وعارف ومدرك قوة عقلك الباطن اللي ربنا وهبهولك. هنا بقى هيجي دور عقلك الباطن. هيساعدك ازاي؟ هيخليك تستغل كل الفرص اللي تعدي في طريقك عشان يوصلك للصورة اللي رسمتها له في خيالك. هيخليك تقرب من ناس تساعدك، هيخليك تعدي اي عقبات هتقف في طريقك. طيب واللي هيقولك ده كلام فاضي؟ ببساطة كده قوله قارن بين اتنين، واحد مبرمج نفسه بأفكار النجاح وواحد تاني مبرمج نفسه بأفكار الفشل. مين فيهم هيشوف الفرص ويستغلها صح؟ مين هيكون متحمس بسبب أفكاره عن نفسه ومين هيكون محبط؟ مين فيهم هيوصل وهيحقق اللي بيسعاله؟ ده أكيد اللي مبرمج نفسه بأفكار النجاح. وعلى فكرة الكتاب ده كان سبب في تغيير حياة ناس كتير جدا، وانت كمان دلوقتي قدامك فرصة انك تجرب، يمكن تبقى دي بداية التغيير. وعلى فكرة الكتاب بيذكر قصص وأمثلة كتير جدا، لكن أنا حبيت أركز على الفكرة الأساسية وأقدمها بشكل مبسط وسريع. ولو حابين تعرفوا القصص والتفاصيل دي تقدروا ترجعوا للكتاب. وفي النهاية وأنا بقرأ الكتاب ده حسيت إن كتير من الأفكار اللي بيتكلم عنها بتخلينا نفتكر معاني مهمة جدا في ديننا، زي حسن الظن بالله والتفاؤل والدعاء بيقين. لأن فعلا الإنسان لما بيحسن الظن بالله وبياخد بالأسباب وبيسعى بيعيش بقلب مطمن ومليان أمل. ده بينعكس على طريقة تفكيره وعلى التعامل مع الحياة كلها. بالنسبة لي دي كانت أجمل المعاني اللي خرجت بيها من الكتاب. وبس كده يكون انتهى كتاب قوة عقلك الباطن. أتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا مع الكتاب، وأشوفكم قريب جدا مع كتاب جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.